بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه مشاركة بسيطة في إحياء الذكرى العاشرة على رحيل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي قدس سره الشريف في مجلس آل المطير حفظهم الله. هو الدين فاشحذ في حمايته سيفا، ولا تبدل الضلال من بأسهم خوفا، فإن هوان المرء ضعف بدينه إذا كانت الأهواء تستامه ضعفا. ففي وقتنا هذا رجوع عن الهدى، فهذه جيوش الكفر جاءت لنا زحفا، وقد برزوا للحرب بالسيف تارة، وبالفكر والتشكيك يبغوننا حتفا. ولكن رجال الله والدين والهدى تصدوا لهذا الكفر يأتونه رصفا، كميرزا جواد شيخ تبريز عالم، ومرجع تقليد وأستاذها الأكفى. له الفضل في رد البغاة وردعهم، وكشف لما يبغون من فتنة كشفا. وأفتى على من جار في ظلم فاطم، وأرجفه بالحق من قوله رجفا. فأجلى ظلام الشك بالنور والهدى، بفتياهم إذ أفتى فأعقبهم خسفا. فصلى عليه الله ما هبت الصبا، على قبره بالنور والفضل والزلفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.